الحلقه دي زائد 18 اللهم بلغ نوفمبر 2017. اشمعنى 40 بشنب بيحط حته لحمه على شويه بطاطس بالفلفل؟ يا ترى حته اللحمه دي بقري ولا انسي؟ تليفونه معلم بيرن بصوت قران سبحانه. حد بيقول له يا استاذ جابر احنا جايين في الطريق، بس اسمه جابر. المهم يا معلم يفتح الثلاجه فيتفاجئ بجثه فيها. المسلسل يا معلم اسمه سفاح الجيزه، انت متخيل ايه يعني؟ بس من واضح يا معلم ان من كتر الجثه دي ما قعدت في الثلاجه عينيها ازرق بقت شبه الهاسكي. بخلاف انا معلم الحاج جابر اللي صوته شبه امير عيد اجري معايا في مكانك ليناير 2018. واحده معلمي بتقول له يا محي ركز بقى كده معلمي معانا جابر ومحي. البنت دي معلمي رجليها مربوطه بسلسله وبتقول له انها وجعاها بس حباها. نو كومنت على تلك اللقطه. ارجع لي بقى انا معلمي نوفمبر 2017. معلش يا معلمي تعبك معايا. بعد ما اكلوا معلمي بينقلوا الثلاجه فبيجي له معلمي واحد جاره فجابر بيقول له انا جبت لك الدواء اللي انت مش لاقيه وما برضاش اخد منه فلوس. انسانيات والله. المهم معلمي بيروح بيته الثاني وبيحفر حفره وبيدفن الجثه دي فيها. طبعا معلمي هو مشغل بدريه السيد في الهاند فري. معلش يا معلمي الاهم من الشغل تظبيط الشغل. بعد ما خلص يا معلمي عشان يحبك الامور راح القسم وعمل محضر تغيب. فمن الشرطه بيساله انت تعمل محضر تغيب بس؟ قال له اه ان بعض الظن اسم اللهم قوي ايمانك. المهم معلمي ابو الجثه دي بيتصل بجابر يساله عنها فجابر بيقول له لو زعلان يعني يا عم قول له صالحها. وعشان يبعد الشك عن نفسه معلمي راح باعت رساله من تليفونها لاهلها بيقول لي فيها معلمي انها شافت حد وانها هتخلع جابر وتجيله. واضح معلمي ان احنا قدام شخصيه مش سالكه بجنيه. بس ابوها معلمي برده ما اكتفاش وراح لامه اللي بنتفاجئ معلمي ان هي بتشرب سجاير. بس ثانيه واحده احنا هنتفاجئ ليه؟ ما ابنها سفاح يعني هي تكون ايه يعني؟ المهم معلمي نشوف بس مسمره بشخصيه الظابط وبيلعب في الدم. معلش سؤال هل انت ممنوع من الجنائي يعني عشان تلعب في الدم؟ المهم معلمي نشوف الكاميرات وبنشوف البت اللي كانت رجلها مربوطه بسلسله اللي هي بتقول لجابر محي خارجه من الفندق معلمي ومعاها شنطه كبيره وفي دم في الاوضه معلمي وصاحبتها دخلت الفندق وما خرجتش ومعاها شنطه كبيره. تفتكر يا معلمي؟ اكتب لي توقعك في الكومنتات. المهم معلمي نعرف بعد كده ان امه رد سجون بسبب جابر. وبعدها معلمي جابر بيروح مصنع ملابس. واحد بيقول له ازيك يا استاذ يوسف عد معايا بقى معانا جابر ومحي ويوسف. وبنشوف معلمي صلاح عبد الله اللي هو سيد الطويل بيزعق مع مراته اللي هي نجلاء عشان عاوزه تدير المصنع. ويوسف معلمي اللي هو جابر اللي هو محي بيطبل للحاج. واضح ان هم مرتاحين له قوي. وبعدين معلمي يوسف بيقول لسيد الطويل احنا لازم ناخد بالنا من ستاتنا ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال رفقا بالقوارير. الله على امانك يا جابر. فالحاج بيقول لها في رفق فبتقول له فيه. وجابر ما شاء الله لسه واقف. لا بس واضح ان نجلاء بتحب الحاج. عشان كده معلمي بتشوف جابر ونجلاء بعدها بيلعبوا عريس وعروسه مع بعض. بتقول له يوسف وانا ما اعرفش ادورها ده انا ادورها وادورها. ما انت مدورها فعلا يا استاذ نجلاء اهو. وبعد كده يوسف بيقول لها جبت لك محل في جراند مول. فبتقول له ما شفتش دلع غير وانا معاك يا قلب. بيقول لها قوم البسي عشان جوزك جاي. صح يا يوسف ابن اصول ما ينفعش جوزها يشوفها كده. فبتقول له انت لازم تخلصنا منه عشان نروح نكتب العقد العرفي اللي بيننا ده عند مأذون انا مش هقعد على ذمه راجلين كتير. نفهم من كده معلمي ان جابر والحاج سيد ضرايب احي. بنلاقي معلمي الحاج سيد جوزها اللي انا متاكد ان هو طويل في قرونه مصاحب وصاحبته دي بتبعت له صور على الواتساب. فبيقول لجابر اللي هو محي اللي هو يوسف امسح له الصور عشان نجلاء ما تشوفهاش وكده. فجابر راح يجيب اللاب بتاعه من الاوضه اللي فيها نجلاء. فبتقول له ما تيجي اقول لك حاجه وانت تسال يا معلم جد هي هتقول له ايه؟ يعني يا معلمي هتكون عايز تقول له ايه يعني نكته؟ ومين قال لك انها هتقول اصلا؟ فتح اللاب بتاعه معلمي وراح فاتح عليه واتساب الحاج سيد ومسح الصور. فالحاج بيقول له يعني لو اتزنقت في موك ناجي عندك عادي. قال له ده انت تنور يا حاج ده لسه جايب مراقب. المهم معلمي البت المربوطه اللي بتقول لجابر يا محي خلاها تكلم مامتها واتلخبطت فجابر زعلها فقالت له مش عاوز اكلمها تاني. قال لها ما ينفعش يا زينه دي مهما كان مامتك برضه. الله يا سفاح الله. المهم معلمي بعد كده الظابط بيستجوب ابو زينه وام زينه واخت زينه ونتفاجئ معلمي ان اخت زينه متجوزه جابر اللي هو اسمه محي اللي الظابط عايز يحقق معاه. اللي فاهم اخت زينه ان هو شغال بره في الاستيراد. المهم معلمي ان هو بيروح بعد كده لنجلاء مرات سيد الطويل اللي فرحانه ان يوسف خلص على سيد جوزها خلاص كده انا عليكي ولا منه ها قوي. فبتقول له هعمل لك اكل وتحكي لي انا عاوز افهم يحكي لك ايه على الاكل هو هيحكي لك فيلم. المهم معلمي جايب لها سلسله وبيلبسها لها راح مخلص عليها قدام المرايه. وبعد كده معلمي بيقف زعلان بس الحلقه الجايه معلمي الشهاده لله يعني استخدمها اكتر من دي. لو عايز نلخصها قول لي في الكومنتات. يلا سلام.